السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غيكون بشكل جديد وستايل جديد. الروايه ديالنا مخطوطه بن اسحاق شارفت على الانتهاء. يوسف غادي يوصل لمفترق الطرق فين غيعرف الحقيقه المره. بلا ما نطول عليكم خليكم مع الكمال هاد القصه. الساعه غتكون وصلات ديك 10:30 تقريبا. حنايا دابا في بيت النعاس ديال حميد والام ديالو واختو جالسين حدا الفراش ديالو. ولكن علاش؟ هذا حامد اللي ناعس في الفراش ديالو ورجلو اليمنيه داير عليها القبص. كشد التليفون ديالو وهو كيحاول يصوني على الدراري الاخرين باش غيقول حامد وهو ساخط. هادشي اللي كيوقع راه مستحيل. حتى واحد ما كيجاوبني وحتى الفيكس ديال الدار ديال يوسف ما خدامش. باش غتقول لي اختو واقيلا راه غير الريزو اللي ما كاينش في ديك المنطقه. بلا ما تقلق راه غيكونوا عارفين باللي عندك شي ظروف، داكشي علاش ما مشيتيش عندهم. ولكن راه بغيت نقول لهم بلي تهرس من رجلي مني كنت نازل في الدروج. ولكن علاش حتى واحد ما سول فيا؟ غادي تسافر بين الروايه لمشهد اخر. الساعه غتكون وصلت ديك 11:30 تقريبا. كان يوسف وصحابه طالعين للبارتمان الفوقانيه وهما كيتمشاو شويه باش ما يفيقوش العائله ديال يوسف حتى وصلوا ليطاج الخامس. غادي يحل يوسف الباب باش غتضربهم واحد الريحه خايبه، حيت كانت الام ديالو كتنظفها مره كل شهور، وحتى يوسف ما كانش كيطلع ليها من شحال هادي. من نهار كمل القرايه ديالو الثانويه. خليوني نوصف لكم الابارتمان من الداخل. ملي كتدخل مع الباب كتلقى على اليد اليمينيه بيت ديال النعاس، وقدامه على اليمين كاين صالون واسع. الدار كانت مفروشه بواحد الموكيط حرش، والحيوط كانت مسبوغه بصباغه الزيت. وفي وسط داك الصالون كاينه واحد الطبله مربعه دايرين بها 4 ديال الكراسابيطين، واللي كان يوسف كيستعملها في القرايه ديالو وهو وصحابه. في واحد من حيوط الصالون كاينه واحد المكانه قديمه لونها احمر، واللي كانت هديه من صاحب الاب ديالو. هاد الساعه كان كيصدر منها واحد الصوت مزعج وعالي على غير المعتاد، واللي كيخليك تبرزط. حدا هاد الصالون كاين واحد الكولوار اللي كيدير الكوزين والطواليت. غادي يشعل يوسف الضوء باش غيقول احمد سبحان الله هاد الدار ما تبدلاتش من نهار كنا كنقراو فيها يامات الليسي. باش غيجاوبو يوسف وهو كيمسح الكراسه اللي عمرو بالتراب. حتى واحد ما بقى مسوق لهاد الدار، وحتى اختي كتخاف تطلع عليها بوحدها. غادي تعاونوا الدراري كاملين باش يمسحوا ديك الطبله والكراسه اللي كانوا عامرين بالتراب. غادي يدخل يوسف لواحد البيت باش يجيب واحد الكرسي اللي كان قديم شويه ولكن قاضي الغرض، باش غيقول لهم يوسف يلا اش كتسناو. وغيهبط لدارهم باش يجيب شمعه وواحد البكيه ديال الوقيد. غادي تسافر بين الروايه لعماد اللي نطق الاسم ديال المخلابي ودخل في غيبوبه مره اخرى، ولكن هاد المره عقله كان متيقظ وقادر انه يفك. بدات كتشكل قدامه الصوره لشاب واقف وهو عاطي بظهره لواحد الكائن في شكل ما عارفش شنو هو، ولكن كيشبه الغوريلا من كثره الشعر اللي كيغطيه. بدا كيسمع شي كلمات باللغه الفارسيه. هذا واحد النوع من العهود ديال الجن. داك الكائن كيطلب شي حوايج من داك الشاب اللي كان كيترعد وكيرتجف. في الاخر غادي يقول داك الكائن واحد العباره باش غيختفي في مره. داك الكائن قال عندما تحضر القرابين سنتقابل ثانيه يا ابن القصاب. هذا هو الحي ابن القصاب، السحار الفارسي اللي جا القريه المصريه. قرابين، اذا دوك 4 الرجال كانوا قرابين. عماد فهم الموضوع. بلاتي اش هادشي كيشوف؟ الصورة غادي تبدا هو دابا قدام واحد العرش مذهب في واحد الجزيرة وسط الماء، والعافية كتشعل وكتطفى بانتظام. غادي يشوف 4 ديال الرجال غاديين باتجاه داك الكرسي وعلى وجوههم ملامح الحزن. الصورة ما كانتش واضحة بزاف، ولكن هو شاف هاد الوجوه في شي بلاصة. هذا أحمد ولد اختو واقف بين هاد 4 وهو حزين. فجأة غادي يبان يوسف ورا داك الكرسي وهو كيتمشى بشوية. وراه كانوا 3 الكائنات الملامح ديالهم ما بيناش. بلاتي هادو هما اللي كانوا مع يوسف تابعينه فين ما مشى. غادي يبدا الحلم كيختفي شويه بشويه حتى غادي يختفي بمره. الصوره دابا كملات. عماد عرف شكون هما القرابين. غادي يفيق باش غينوض بالزربه من البيرو ديالو وهو كيقول خاصني نمنع القرابين من انها تذبح، خاصني نمنعها. غادي يتجه بالزربه للتليفون باش غيصوني على اختو. الو انا عماد، فين هو احمد؟ اشنو مشى عند صاحبه يوسف وهو وصحابه الاخرين؟
المصيبه هذه غادي تسافر بين الروايه الدار ديال يوسف. الساعه وصلت ديك 11 وربع تقريبا. مصطفى، احمد، حامد، محمود جالسين في دوك 4 الكراسه وهما دايرين على ديك الطبله. غادي يحط يوسف ديك الشمعه وسط الطبله وغادي يشعلها. كل واحد فيهم كان شاد في يديه وحده من دوك الاوراق اللي كتب فيهم يوسف الكلمات. اما يوسف فراه بعد عليهم شويه وجلس على واحد الكرسي وهو شاد في يديه الاوراق اللي منقول فيهم نص المخطوط الاصلي. هنايا غادي يحس يوسف بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. دراري اش بان لكم نوقفوا هادشي؟ راه بديت كنخاف. باش غير دالي حامد من بعد هادشي كامل بغيتينا نتراجعوا، خلينا نقولوا هاد 2 كلمات ونهبطوا في حالنا. هنايا غادي يقول محمود حتى انا كنحس براسي ما مرتاحش، ولكن واقيلا راه غير مع هاد الاجواء ديال الشمعه والدار، ولكن الموضوع كيبقى غير خرافه ما فيها والو. نقولوا هاد 2 كلمات ونهبطوا في حالنا. الهضره ديال حامد ومحمود غادي تستفز يوسف وما بغاش يبان خايف باش غيقول لهم واخا اذا قولوا هاد الكلمات في نفس التوقيت وبصوت واحد. باش غيجاوبوا حامد واخا غنبداو، وراه ما نسيناش بلي العلامه ديال حضور عفراكوش هو ارتفاع اللهب ديال الشمعة للسقف. باش غيقول يوسف سكتنا وبدا القرايه. غادي تدوز لحظات ديال الصمت بين 4 الصحاب باش غيبداو يقراو. مازال عاقلين على داك الكهف اللي شفناه من قبل. في هذه اللحظه فاش 4 الصحاب كانوا كيقراو دوك الكلمات اللي كانت على الفتحه ديالو كانت كذوب بحال الا شي ماده حارقه كذوبها. اما خارج الكهف فراه كان كيهتز بحال كاين شي زلزال. لا، هادو غير الحجار اللي كتهز في بلاصتها. سمامها طولام فقد شبينا يهانطيد سمسما إلياس فيضش أحرق كل من عصى أمرك بحق استفار وبيوم عمياخ وبحياة هليع بحق استفار وبيوم عمياخ وبحياة هليع. من يوصلوا الصحاب لهذه الكلمات غادي تبان واحد الحاجة غريبة، واحد الحاجة اللي ما نقدروش حنا البشر نشوفوها، ولكن ماذا لو كان بإمكاننا نشوفوها من منظور آخر، منظور شخص قادر يشوف عالم الجن والإنس بجوج، اللي هو كان كيتحرك بالزربة بين دوك 4 الصحاب. أصوات ديال الصافير وكلمات كتقال بالزربة، كلمات ما خرجاش من حلوق بشرية. عفاريت من الجن كتحرك بالزربة بين دوك 4 الصحاب. كل واحد فيهم كان حداه نفر من الجن، إلا شخص واحد ما وقف حداه حتى حاجة. الأشكال ديالهم مرعبة، عينيهم شادة النص في وجوههم والقرون ديالهم كبيرة، واقفين وهما كيتهزوا وكيرتعشوا في بلاصتهم، وريوسهم كتدور من اليمين لليسار ومن الفوق لتحت بلا توقف. دوك 4 الصحاب مازال مكملين القرايه في ضعاهات مسماعيل باقين حتى اذا حضرتم احرقكم المولى بحق وصيل مشموهوه شرط عائيل. هنايا غادي يرتفع واحد الصوت بحال الا شي حيوان كيتعذب او لا شي حيوان جريح كيسأر. غادي يسالي دوك 4 الصحاب القرايه باش غيبدا يوسف أريقا أريقا فليقا فليقا حليقا حليقا أتوني مستكين 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 احضروا أينما تكونوا احضروا فإنكم محاطون به من كل جانب. الحجار ديال الكهف كتهتز. خليونا نطلعوا على الداخل ديال الكهف نشوفوا شنو كيطرا. مازال عاقلين على الكائن المربوط اللي كان داخل الكهف. فراه يديه ورجليه كانوا مربوطين بسلاسل منقوش عليها حروف غريبة. هاد الحروف بدات كتشتعل فيها العافية وكتغير الملامح ديالها وكتذوب. السجين كان واقف ودوك السلاسل كانوا كيتهرسوا بسهولة. غادي يبتسم بخبث في الوجه ديال دوك الحارسين اللي معاه وهما كيشوفوا فيه برعب، باينه باللي هذه هي النهايه ديالهم. مازال يوسف كيقرا سمسائيل الهوام يحاقوا في المخلبي، سمسائيل الهوام يحاقوا في المخلبي، ارجعوا يا جنود المارد، ارجعوا يا جنود المارد. في هذه اللحظه الالاف من افراد الجن دايرين بداك الكهف وكيخرجوا من الحلق ديالهم اصوات غريبه بحال كيعيطوا على شي حد. يوسف مازال كيقرا فكم يا حالق فكم يا حالق نخدام بهاميم بحق تمسائيل أن تأتيني احضروا يا جنود المارد لتكونوا الجيش الأعظم الوحي الوحي العجل العجل الساعة الساعة احضروا بحق مخلبي. فجأة غادي تقطع الضوء وغادي تطفى الشمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فين كيوسف؟
انا جالس في بلاصتي يا احمد، ما تخافش. غادي يبداو كاملين يستعوذوا بالله من الشيطان الرجيم وسط الظلام. انا خايفه الدراري، شعل ديك الشمعه يوسف. باش غيجاوب يوسف: وقيلا راك نسيتي بلي الوقيده حدا الشمعه. ايوا شعلها. غادي يتحسس مصطفى الطبله حتى غادي يلقى البكيه د الوقيد باش غيشعل الشمعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظلام كان حسن من هاد الهول. شنو شافوا الدراري وشنو هو المصير ديالهم؟ هادشي اللي غنعرفوه في الحلقه القادمه. السلام عليكم.